ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بيدافعوا عن الأقوياء، وإزاي المساكين بينتصروا على الأقوياء والمتجبرين. إزاي؟ هذا خلق الله، ده ممكن يحصل. ربنا سبحانه وتعالى فعل ذلك وهبهم هذا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى مع الضعيف، مع المظلوم. لذلك خير بيت يكرم فيه يتيم. وإحنا في شهر الصيام، شهر الإحسان، شهر الإكرام، نكرم الأيتام ونكرم الفقراء. بس قبل ما نكمل كلامنا عن إكرام الفقراء والأيتام، تعالوا نشوف الأول الضعفاء ممكن يعملوا إيه. ممكن الضعفاء دول ينتصروا إزاي على اللي أقوى منهم. وتعالوا نبدأ فقراتنا النهاردة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ده حشرة لا إله إلا من الحشرات سموها السرعوف. حشرة كبيرة ضخمة. شوفوا مين اللي هينتصر عليها ويهزمها. شوفوا ادي واحد من العنكبوتات الصغيرة جدا. عنكبوتات صغيرة جدا وضعيفة جدا، ولكنها نشيطة ومترابطة. شوفوا حجم العنكبوت قد ايه، يمكن قد عين السرعوف، حجم عينه تقريبا. ولكن شوفوا قد ايه هينتصروا مع ضعفهم ومع قلة حجمهم. ولكن ضعفه ده فيه أسرار، ضعفه ده فيه قوة وشجاعة وحب وتعاون. وفعلا ينتصر الضعفاء بتعاونهم وبإصرارهم، وإنهم ما يقفوش أمام شيء صعب ولا قدام حاجة أكبر منهم، ويتم لهم ما أرادوا. فعلا حققوا اللي هم عايزين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. فممكن يبقى عندك أولاد كتير، نعم، ولكن أذكياء وطيبين وأصحاب أخلاق، ربنا ينصرك بيهم، يوضع سر في أضعف خلقه. لا، تعالوا بقى نشوف مخلوق آخر صغير جدا، عصفور. بيأتي الأولاد بطعام بسيط، ولكن هنشوف بقرة كبيرة وزنه يمكن آلاف المرات هتحتمي فيه وهو هيحميها. تعالوا نشوف. ادي عصفور صغير جايب لأولاده طعامهم. شوف الأمهات بتعمل أكل للصائمين علشان تغذيهم. ربنا يبارك في كل الأمهات. شوفوا ادي عصفور صغيرة جدا بسيطة، ولكن هناك بقرة هي تعلم إمكانيات العصفورة دي، جاية تحتمي بيها وتقف تحت الشجرة اللي هي واقفة عليها. ليه؟ لأن العصفورة دي عندها حاجتين، عندها وسائل دفاعية وعندها شجاعة. العصفورة دي شجاعة، والبقرة شوفوا واقفة تحت الشجرة عشان عارفة إن هذه العصفورة الضعيفة عندها قدرات لحمايتها. سبحان الله العظيم. تخيلوا مخلوق بهذا الحجم يحتمي بعصفورة صغيرة زي دي. ده صياد وعايز يصطادها. شوف العصفورة هتعمل ايه، جريت وادي قذيفة جو ارض مباشر، و ادي رمت عليه قذائفها وخيبت سعيه. والمشكلة بقى القضية، يعني الحاجة الجميلة ان بقية العصافير شافت ده كده كله جري بيساعدها،
كل العصافير اللي على ده كله لقى القذائف من كل مكان، مش عارف يدافع عن نفسه، جري وأنقذوا هذا المخلوق الكبير بفضل الله تعالى عليه بهذا المخلوق الصغير. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. أنت ممكن بتنصر وترزق بأضعف واحد في بيتك، بأقل واحد في بيتك، بأكتر واحد مبتلى في بيتك، بأكتر واحد مريض في بيتك، بأكتر واحد كبير في السن في بيتك. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. تعالوا نشوف المنظر اللي بعده. شوفوا ادي مخلوق في هذه الجبال اهو. شوفوا فرخ صغير من فراخ النورس. شوفوا امه وابوه بيسعوا عشان ياتوا له برزقه. هو واحد بيتسلق الجبال، شخص كبير قوي. شوفوا الطائر الصغير ده لما هيشوف واحد بيقترب من عشه مش هيسكت. شوفوا بياكل في امان ازاي. وادي شخص كبير طالع، شخص كبير طالع. شوفوا بقى ربنا حباه بايه عشان يدافع بيه عن نفسه. شوفوا ازاي ادي قذائف حقيقية. شوفوا ازاي بيدافع عن نفسه. الطيور دي شجعان زي الطيور اللي شفناها في اللقطة اللي فاتت. ايضا الطيور دي شجعان. شوفوا وبينشن بطريقة عجيبة عشان يصيب الهدف ويبعد هذا الغازي اللي هو متصور انه هيضره بعيد عن عشه. شوفوا ده بقى اللي مش هيسكت ابدا. شوفوا هيعمل فيه ايه. يعني مش هيسكت. فالضعيف ده قد تراه ضعيفا ولكن قد يؤثر في من حوله تأثير قوي. شوفوا ازاي وقع المتسلق من فوق الجبل وعرضه، يمكن يتعرض للموت بسبب سبحان الله. لا يستهين الإنسان أبدا بالضعفاء. ورجع الأب يلاقي ابنه الشجاع لسه موجود بيدافع عن نفسه. صاحبنا ده خد بقى طريق تاني خالص علشان يطلع. وفعلا إياك وأن تحتقر أحدا، فقد يضعه الله في موضع يرجى فيه وصاله وتخشى فيه فعاله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من محب الضعفاء والمحسنين للمساكين في هذا الشهر الكريم. تعالوا يا إخواني نمد أيدينا للفقراء والضعفاء والمساكين حتى ينصرنا الله عز وجل ويغنينا الله عز وجل. هذا خلق الله، تأمل في الكون، تدبر لا تغفل في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل. هذا الكون يسبح ربا قد أبدع. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خلق